السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة بسيطة وسهلة كده. هنعمل الرز بالبسلة. طريقته سهلة وبسيطة وبجد اكلة حلوة جدا. لو جربتيها ان شاء الله باذن الله هتعتمد الطريقة دي وهتعمليها على طول. جربوا الطريقة وان شاء الله هتعجبكم. على فكرة الفراخ مش محروقة ولا حاجة، احنا بنحبها محمرة زيادة يعني. انتي بقى بتطلعيها زي ما انتي عايزة. طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله، مش هتاخد مننا وقت خالص. في كتير مننا ما يعرفش الطريقة دي، بس ان شاء الله هنعملها مع بعض بأسهل خطوات. جربوها وان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. هنبدأ في الطريقة على طول ومش هناخد وقت ولا هنرغي كتير. يعني هي مقاديرها بسيطة جدا. البسلة انا كانت عندي مخزناها فهطلعها. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالطريقة على طول. في حلة هنحط معاها حتة سمنة وحبة زيت وهنسيبهم يسخنوا كويس. وهكون مقطعه بصل. انا عامله البصل في الكب على طول عشان الوقت يعني. انا حسيت ان السمنه كتير فشلت منها حته. فالبصل انا مقطعاه وعاملاه في الكبه كويس. عباره عن 3 بصلات كبار، يعني كل ما البصل فيها بيزيد بتبقى احلى. حطيت حوالي 3 بصلات كبار على كيلو رز. يعني المقادير اللي انا عاملها دي على كيلو رز 3 أو 4 بصلات يعني. حطي بصل براحتك، مش هيغير طعم الاكله ولا اي حاجه، بالعكس بيحليها يعني. انا هنا حطيت ربع معلقه سكر صغيره عشان البصل يكرمل ويبقى ليه طعم حلو كده. وهبتدي احمر فيه جامد. انا عايزه البصل يتحمر كانه داخل ان هو هيتحرق، كانه واصل لمرحله الحرقان بتاعته. عايزاه يبقى غامق جدا عشان الرز يديني لون كده حلو. بصوا شايفين شكل البصل عامله ازاي؟ التصوير طبعا ظلمه. البصل انا مغمقاها جدا كانك بتعملي بتاعه الكشري. انا هنا هقلب بقى كويس خالص، وبعد كده هبتدي انزل بالبسله بتاعتي. البسله زي ما انا قلت لكم انا حطاها في الفريزر ومخزناها من السنه للسنه. بخزنها عادي بفصصها، بجيبها فصصها واحطها في اكياس وبشيلها، ولا بسلقها نص سلقه ولا الكلام ده. زي ما هي وبطلعها بتبقى زي ما هي. هفضل اقلب في البسله كويس مع البصله. ممكن الخطوه دي تسلقي البسله نص سلقه وتحطيها، بس انا حطاها عادي نيه وما بتاخدش وقت خالص. اول لما بديها تقليبه مع البصله بروح حاطه كوبايه ميه ومعاها طماطميتين كده معصورين او مبشورين براحتك. واول لما احس ان البسله دخلت في السوا، يعني 3/4 سوا كده، احط نص معلقه فلفل اسمر. وهسيبها ايه يعني، لازم اتاكد ان البسله دخلت ل3/4 السوا. هروح نازله بقى في الرز بتاعي. انا حاطه هنا المقادير بتاعتي دي كيلو رز. بعد كده كل حاجه سهله، بتعملي مقادير الرز بتاعتك عادي كانك بتعملي رز بس من غير البسله. هي تحطي الميه بتاعتك بقى وملحك وكل حاجه. لو حابه تحطي مرقه دجاج ممكن تحطي، انا هنا ما حطيتش. بس لو حابه تحطي تزودي الطعم ويبقى احلى كمان، ممكن تحطي واحده مرقه دجاج. واول لما الرز يتشرب هروح موطيه عليه خالص، كانك بتسوي رز عادي. هي الخطوه الاولانيه بس بتاعه البصل والبسله هي دي الجديده، لكن بعد كده هتسوي رز عادي. هنا كان الرز لسه يعني داخل على السوا، قلت اقلبه بس كده واروح مغطيه عليه برضو. واول لما يستوي هغرفه على طول. الاكله ما بتاخدش وقت خالص، وطريقه الفراخ عملناها مع بعض كتير. ممكن تعملي جنبها فراخ مشويه، ممكن مسلوقه وتحمريها في الفرن. انا سلقتها وحمرتها في الفرن عادي. بجد احلى طبق رز بالبسله ممكن تاكليه، بجد طعمه حلو جدا. جربوا الطريقه وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. طريقه بسيطه وسهله وما فيهاش كلكعه ولا اي حاجه. بجد الاكله دي هتعجب كل اللي يدوقها منك. انا كنت بحاول اقطع لكم الفراخ كده عشان اوريكم مستوي ازاي، بس كانت سخنه جدا ما عرفتش بصراحه. الرز مفلفل جدا وبيتاكل مع كاتشب، بيتاكل مع اي حاجه، ممكن سلطه. بجد طعمه حلو وبيفرق جدا جدا مع الاكله. لو جربتي الاكله دي مره بجد هتحبي تعمليها على طول من كتر ما هي طعمها حلو. جربي الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. حاجه بسيطه. احنا الايام دي تحس ان احنا آه معرفش في كبت كده، ولا تحس ان الدنيا كلها زعلانه، مش عارفه السبب ايه. فالواحد حتى ما بقاش ليه نفسه يدخل المطبخ ويعمل اي حاجه. فدي حاجه بسيطه، الواحد ما يطولش في المطبخ ولا اي حاجه. حاجه بسيطه وحاجه حلوه عشان الاولاد وعشان بيتك وعشان جوزك. ما نهملش طبعا في بيتنا وفي حياتنا. ودايما عايزين نذكر ربنا ونطلع صدقه بنية ان ربنا يفرجها على الكل.
اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس، عشان اشتراكوا في القناه بتشجعني ان انا انزل الفيديوهات على طول. بجد انا بنزل وما بلاقيش اي تفاعل، فببقى متضايقه ومش عايزه انزل حاجه. فبتمنى ان انتوا تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس. واحب انهي الفيديو بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.